السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المتتبعين؟ بخير، أحوالكم طيبة؟ كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير، ويا ربي جميع المتتبعين المشاهدين ديالي في هاد اللحظة هادي يا ربي تيسر ليهم وتسخر ليهم جميع الأمور اللي كيتمناوها إن شاء الله بحول الله. مشاهدي الأعزاء، أنتم كيف ما كتشوفوا معايا هاد الكتاكيت ديال السمان تبارك الله والصلاة على النبي. هادي هي الفقاصة ديالنا اللي كنا صايبناها، هادي دابا نقولو 16 يوم تقريبا باش تفقسو هاد الكتاكيت، يعني حيت الكتاكيت ديال السمان كيستغرق البيض ديالهم باش يتفقس 16 يوما بالتمام والكمال تبارك الله. يلاه تفقسو معانا هاد الجوج، هذا في الصباح والثاني في العشية، هانتوما الفرق بيناتهم، هذا راه بدا كينشف شوية والآخر راه باقي فازك تبارك الله والصلاة على النبي. هانتوما من بعد هاد 3 السوايع راه تفقسو جوج خرين ولاو 4 دابا تبارك الله والصلاة على النبي ما شاء الله. تربية السمان المشاهدين كيف ما كتعرفوا يعني تربية ساهلة، ها هو تيحتاج علف مركب، علف مركب اللي هو السيكاليم، هذا هو اللي كياكلو هو بزاف اللي مولف، وتبارك الله راه كتكون حصيلة بيض ممتازة، حصيلة بيض ممتازة. دابا نتشارك معكم ان شاء الله الفيديو ديال السمانات اللي كنت شريت ان شاء الله بحول الله، وغتشوفوا النتيجة والحصيلة ديال البيض ديال يوميا تبارك الله والصلاة على النبي، تبارك الله والصلاة على النبي ما شاء الله. كتكون تبارك الله قدو قد الصباع مزغب سبحان الله العظيم لله في خلقه شؤون. هذاك اللي الهير يلاه خرج مسكين ماشي بزاف عليها، باقي ضايخ باقي فازق مسكين مازال ما نشفش تبارك الله والصلاة على النبي. كنتمنى ينال الفيديو اعجابكم، ما تبخلوش علينا بلايك وابوني لأول مرة يشاهد القناة، شي كومونطير زوين جزاكم الله خيرا. دابا كندق ليه باش ياكل بحال الكتاكيت، الساعة الكتاكيت د الفلال سبحان الله العظيم كندق ليهم كيجيو كيجريو، هادو مازال ما مولفينش متعودينش على هاد القضية سبحان الله. درنا ليهم هاد الوكالة هادي، حطيتها ليهم، درت ليهم فيها علف مركب ديال الديماراج. علف مركب ديال الديماراج هو السيكاليم وتيكون مطحون شوية مزيان، ولا كنزيد تزيد طحنو كاع الا بغيتي تبارك الله والصلاة على النبي ما شاء الله. المهم يلاه كيعتادو باش ياكلو حيت باقي هذا النهار الاول ديالهم سبحان الله العظيم. التربية ديال السمان تربية ساهلة وبسيطة، يعني ما فيهاش تكاليف كتيرة من غير العلف ديالهم اللي كتجيب ليهم صافي، وتبارك الله راه يعني شنقول لكم خصها يكونوا السمانات عندك مزيانين، يعني ماشي كبار بزاف، راه نسبة البيض اللي غتبقى تلقى على كل سمانة تبارك الله يعني عندك 20 تقريبا راه غتلقى 18، ما بين 20 18 17 بيضة يوميا، يعني هذا راه بروجي مشروع مربح وناجح بدون تكاليف، وما كيحتاج حتى مساحة كبيرة. كيف ما كتشاهدوا الا شاهدتوا شحال من فيديو في يوتيوب راه كتلقى شحال من واحد مربي السمان ومربي مع الفراخ، يعني ديك الخم ولا ديك البراكة ولا داك السجنة اللي مصايب مزيد فيها حتى الفراخ تا هما عادي، حيت الفراخ كيستغلوا الفوق والسمان كيستغل التحت. السمان واخا معروف عليه طائر انه زعما كيطير، ولكن راه حدو كينقص وكيعاود يرجع يجلس، هادشي لا كان مخلوع، اما الا كان عادي راه ما كيطيرش كاع بتاتا كيتمشى في الارض هو، لهذا تقدر تستغلو تربيه مع الحمام تربيه. هذا هو السمان ديالنا ان شاء الله بحول الله. نستعد باش نربي واحد الكونتيتي يعني واحد الكمية كبيرة، ونشارك معكم حصيلة البيض ديالها، وما كرهناش نفقسوها كاع من عندنا ان شاء الله. مرحبا بكم.